انا مش عارف اقول لك ايه، بس بنتك في حاجه جوه بطنها، لو عرفتيها هتزعلي جدا. بنتي فيها ايه يا دكتور؟ ما تخبيش عليا وقولي ارجوك. بنتي اللي عمرها 16 سنة بدأت تحس بوجع وألم شديد جدا في المعدة بتعاني منه كل يوم. ولما قررت إن أنا أخدها المستشفى والدكتور عمل لها السونار وجه عشان يقولي هو لقى إيه، وأول لما شفت صورة الأشعة وشفت اللي فيها ما حسيتش بنفسي غير وأنا بصرخ في طرقة المستشفى كلها من شدة اللي أنا شفته، حاجة ما حدش يتخيلها. تعالوا بينا نعرف الدكتور لقى ايه وجالها ده من ايه وحصل لها ازاي، بس مش قبل ما نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التعليقات. أنا بنتي عمرها 16 سنة، سلمى، كانت بنت جميلة، آية في الجمال وفي الهدوء، وكانت سعادتها مالية البيت كله، وكانت الضحكة جوه عينيها واللمعة اللي في عينيها تملى الدنيا كلها فرحة. في يوم وليلة اتقلب الحال غير الحال. بدأت ألاحظ على سلمى اللي مفيش أي حد لاحظه. ابتديت ألاحظ إن البسمة غابت عن عينيها، إن الشقاوة والسعادة واللي كانت بتعمله ما كانش بقى موجود خالص. اللمعة راحت وانطفت من عينيها. ابتديت أحس إن بنتي بتتسحب مني واحدة واحدة ومش عارفة أعمل لها حاجة، وكانت كل يوم تتألم ويجيلها مغص شديد جدا في معدتها. وكانت كل لما تقولي يجي أبوها وهو بيقولي بصوت عالي وبيصرخ فيها ده دلع بنات، ده هي بتعمل كده علشان خاطر بس تهرب من واجباتها ولا تهرب من الحاجات اللي عليها. وكان بيقول الكلام ده بمنتهى القسوة، وكنت بسمعه وانا ببقى متدمرة عشان خاطر بنتي كانت كل يوم الاقيها بتلبس لبس يعني سويت شيرت تلبسه واسع جدا، قاعدة كده منكمشة كده على جنب ملهاش دعوة بحد وعينيها تايهة. وكل لما اجي اسألها مالك يا سلمى ترد كده وهي بتترعش وتقولي مفيش حاجة، وانا مش حاسة ان هي مفيهاش حاجة، انا حاسة ان فيها كل حاجة بس هي ايه مش عارفة. وكنت دايما جوزي يقول لي كبري دماغك، انت اللي بتوهمي نفسك، سيبك منها ده دلع بنات، ونفس الكلام المعتاد. وكنت بسمع كلامه وقررت ان انا اتخلى عن خوفي منه. من اول لما دخلت الاوضه عليها ولقيتها يا حبيبتي كانت منكمشه في السرير ونايمه كده في وضع البيبي، ركبها على بطنها وبتبصلي بصه مليانه دموع ودموع مغرقه مخدتها وبتقولي الحقيني يا ماما، الحقيني انا بموت، شوفي والنبي حل عشان الوجع ده. والكلمه دي خلتني من تاني يوم الصبح واول لما ابوها نزل للشغل خدتها وجريت بيها على المستشفى، وهي حتى راكبه معايا العربيه فاتحه الشباك وبصه في ملكوت الله وهي تايهه. نظرتها قلقتني عليها اكتر وخوفتني عليها اكتر. مالك يا بنتي فيكي ايه بس؟ وهي مش معانا خالص. لحد لما رحنا للدكتور وكشف عليها، وطبعا الممرضه قاست الضغط وقاست الحراره وطلب أشعة تلفزيونية تعملها اللي هو السونار. وبقيت البنت قاعدة يا عيني وهي خايفة ومرعوبة وبتترعش، وبقيت أنا قاعدة مستنية النتيجة. وأول لما جه الدكتور ومعاه النتيجة كان ماسك الفايل بتاعها أو النتيجة دي وكأنه شايل حمل كتير قوي أو حمل كبير قوي، وكان باين على نظرات وشه وبيقول لي لو سمحتي عايزين نتكلم لوحدنا. أنا أول لما قال لي الكلمة دي قلت بس يبقى في حاجة، أنا بنتي هتموت، أنا بنتي هتضيع مني. وطبعا أول لما وراني السونار وبيقول لي إحنا لما عملنا السونار لبنتك لقينا جوه معدتها جسم غريب. أنا سمعت الكلمة دي وما قدرتش أتملك أعصابي وشيء رجلي ما شالتنيش. قلت له جسم غريب إزاي؟ بنتي عندها سرطان صح؟ بنتي هتموت؟ قول يا دكتور بنتي هتموت. وبدأت أصرخ وأمر فورا إن الممرضة تاخد البنت في الأوضة اللي جنبنا علشان ما تشوفش الحالة اللي أنا فيها. ولقيته بيقول لي أنا عايزك بس تهدي كده عشان خاطر بنتك واسمعي الكلام اللي هقوله لك كويس وإنك تستعدي وتجهزي للصدمة اللي هقولها لك. كل كلمة منه كانت بتوجع لي قلبي أكتر. وقال لي بصي كده في السونار اللي في معدة بنتك دي، الكورة اللي جوه المعدة دي كلها اللي مالية المعدة ده مش ورم. قلت له أمال إيه يا دكتور؟ قال لي ده شعر، كورة من الشعر متلازمة اسمها متلازمة ريبونزل. بنتك يا مدام كانت بتاكل في شعرها وبقالها سنين لحد لما الشعر ده تراكم وتكوم في المعدة، ولا هو
بيتهضم ولا هو بيخرج لحد لما سد المعدة نهائي. وعشان كده ده سبب ان بنتك على طول بتخس وعلى طول حاسة بغثيان وإغماء وروحها اتسحبت منها، والخوف اللي عندها أو الوجع اللي عندها كله بسبب الموضوع ده. والموضوع ده يا مدام ده مرض نفسي قبل ما يكون عضوي. بنتك بتاكل في نفسها وبتاكل في شعرها بقالها سنين ومحدش حاسس بيها. طبعا أنا سمعت الكلام ده وقعدت أصرخ وقعدت على الكرسي كده، وقعت على الكرسي من كتر اللي أنا حسيت بيه لما قال لي كده. قلت له بنتي أنا بتاكل في روحها وبقالها سنين وأنا معرفش. وفجأة لقيت جوزي محمود داخل عليا، وطبعا الممرضة كانت كلمته أول لما أنا انهارت، ولسه داخل بيزعق فيا وبيقول لي انت ايه اللي جابك هنا؟ هو انا مش قلتلك ده كلام بنات ودلع بنات؟ يا ستي ده اوهام بس، هو تضييع فلوس ووقت على الفاضي. والاول مرة في حياتي الاقي نفسي بقف في وشه وبصرخ في وشه بعزم ما فيا. قلت له بنتك اللي انت بتقول على وجعها دلع، بنتك الكدابة بتموت بسببك، ومش بسبب المرض اكتر ما هو بسبب كلامك القاسي، بسبب ان انت على طول جارحها وما بتسمعهاش، على طول مديها كلام زي السم. بنتك يا استاذ بتموت وهتدخل العمليات دلوقتي حالا. طبعا اول لما سمع كده خد الورقة من الدكتور او الاشعة ووقعت من ايده، ودخلت بنتي للعمليات. قعدت ساعتين مروا علينا كأنها سنة، وقعد محمود على الارض وهو حاطط راسه بين ايديه، واول مرة في حياتي اشوفه بيعيط، واول مرة اشوفه مكسور بالطريقة دي. وقعد يكلم نفسه بصوت عالي ويقول انا كنت فاكر نفسي بربيها، كنت فاكر نفسي ان انا بطلعها كويسة وان هي، لكن انا ما كنتش اعرف ان انا كل ده بسحب روحها منها وخليتها ان هي تاكل في روحها، وان كل ده بياكل في نفسها كل يوم وانا مش حاسس. وخرجت بنتي من العمليات وخرجت، واحنا كمان خرجنا من الأم اللي كنا حابسين نفسنا فيه ومتجاهلينها، متجاهلين ألمها ووجعها وما كناش بنسمع لها. وأبوها من اليوم ده خرج كمان هو معاها من العمليات شخص جديد، شخص احنا أول مرة نشوفه، بقى يسمعها ويتكلم معاها على طول، وعرف ان اللي اهم من التربية واللي اهم من النقد والاوامر والشخط والنطر والكلام ده كله، الاهم من كل ده الاحتواء والحنية. اسمعوا لولادكم وقربوا من ولادكم، وبلاش تبقوا انتوا الامر الناهي من غير سبب، من غير ما تسمعوهم ولا تفهموهم. بناتنا كل يوم ممكن تبقى بتموت جوه نفسها وبتاكل في نفسها واحنا ما نعرفش، واحنا مش على علم بكل ده. ومن اليوم ده الاب محمود بقى شخص جديد تماما، وخرجت سلمى ورجعت لحياتها طبيعية، ورجعت البسمة على وشها والشقاوة وضحكها كله يملى البيت. واللي اهم من كل ده انها بقت حاسة بقيمة نفسها، وانها حاسة بالامان، وحاسة انها مش لوحدها في الدنيا، وليها ظهر وليها سند وليها حد بيسمعها وبيفهم مشاكلها وبيعرف هي حاسة بايه من قبل ما تقوله. ودي كانت قصة النهاردة، واتمنى انها تكون نالت اعجابكم، واتمنى ان احنا نكون فهمنا العظة والعبرة اللي فيها. وياريت كلنا نقرب من ولادنا اكتر من كده، وبلاش نبقى احنا قاسيين عليهم قوي لدرجة ان نبعدهم عننا ويلجأوا للغريب عشان مش لاقيين فينا الاحتواء ولا الحنية.